الشوربة شيء ضروري ومهم على سفرتنا في رمضان، لكن بعض الوصفات والإضافات بتخليها تضر صحتنا. تعالوا نشوف إزاي نخليها صحية. أنا ساندي العسال وده ABC تغذية. هذا الفيديو برعاية إليت للترجمة، وكالة ترجمة معتمدة بالمملكة. استخدامنا للشورب الباودر الجاهزة ومكعبات المرق بيخلي الشوربة تضرنا بدل ما تنفعنا، لأنها مليانة بالأملاح والمواد الحافظة. ولو أضفنا شورب اللحوم الدسمة وكمان أضفنا لها زبدة وكريمة، فاحنا كده بنزود سعرات الشوربة، فأصبحت بدل ما هي شوربة خفيفة تهيئ معدتنا للإفطار، بقت وجبة تقيلة على معدتنا. والأفضل إننا نعمل شوربة خفيفة من الخضروات المسلوقة في المية. فمثلا شوربة الطماطم، هنسلق الطماطم والبصل والجزر والكرفس في مية، ونقشر الطماطم ونضرب الخضروات كلها في الخلاط، وممكن نضيف القليل من الشوفان للشوربة. كده بقت شوربة خفيفة نستفيد من الفيتامينات والمعادن اللي في الخضار بدون ما ناخد سعرات كتير. لو عجبتك المعلومة بليز لايك وشير للفيديو، وإذا عندكم أي أسئلة اكتبولي في التعليقات.